ما تيجي اقولك على طريقتي المعتمدة لعمل المش بعمله بطريقة احترافية خطير، ولا مش الفلاحين حاجة كده من الاخر وبيطلع معاكي تحفة. طعمه فعلا يجنن. بس قبل ما ابدأ انا مروة، لو اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وعلقي لي ولو بحرف واحد عشان اعرف ان شاء الله من اي بلد انتي بتتابعيني. انا كان عندي لبن قطع زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ارميه؟ طبعا لا. مفيش حاجه بتترمي في الزمن ده. تقدري لو انتي ما عندكيش لبن مقطوع تقدري ان انتي تستخدمي لتر من الحليب، تمام كده. انا زودت كمان عليه لتر من الحليب. بسيبه يغلي خالص غلوه واحده. اول ما بيغلي بيبقى بالشكل ده. في المرحلة دي بحضر بقى المكونات اللي انا هضيفها. اول حاجة الفلفل الاحمر، استغنوا تماما عن الفلفل الاخضر، بيسود كده وبيسمر المش. احنا عايزين لونه كده يبقى حلو وفاتح. وكمان قشر استفندي لو متوفر عندكم، او ممكن قشر برتقان. وتقدروا طبعا تستغنوا عن اي اضافات. المش ده ميزته ان بتضيفي اللي انت بتحبيه والمتوفر عندك، فاهمين؟ يعني ممكن تتنازلوا عن اي حاجة مش موجودة. هبتدي اقلبه بالشكل ده. وهحط كده تقريبا نص كوبايه من الملح، ما تقلقوش ما احنا بنعمل مش طبعا. وشويه من الشطه، ودي مهمه جدا. دي ما تتنازلوش عنها، ده اللي هيحافظ عليه عشان ما يكونش اي حاجه مش كويسه فيه. هبتدي برضو على النار بالشكل ده. الاختراع بتاعي بقى يا جماعة نص كوباية من الردة، من نص كوباية لكوباية على حسب ما انتي بتفضلي. ده اللي بيخليه يربط معانا، ده اللي بيخلي المش يربط. يربط بمعنى ايه؟ يعني يعمله كده تقل، يعمله صوص بالشكل ده. حطيت كمان شوية من الكرنب بالطريقة دي. عارفين العروق اللي هي بتكون مقلبظة شوية في الكرنب؟ انا قطعتها وحطيتها فيه، وده طبعا برضو اختياري. بقلب بالشكل ده. تقدري في المرحلة دي تضيفي شوية من الحليب زي ما انتي عايزة. ده بيكون شكله. بسيبه يبرد تماما، والخطوة دي مهمة جدا. ما ينفعش نشتغل فيه. انا سبته ليلة كاملة في التلاجة. ده شكله بعد الليلة كاملة بالظبط. شايفين تقل ازاي؟ هو عمل مش لوحده من لا شيء اصلا، من غير لسه ما نحط الجبنة. الجبنة بقى القريش انا اشتريتها المرة دي، تمام. تقدري ان انتي تغلفيها بالشطة وكمان الملح. وتقدري ان انتي تسيبيها كده زي ما انا عملتها. انا فضلت المرة دي ما غلفهاش عشان ما تكونش حادقة. حطيت شوية في البرطمان بتاعي من الخليط اللي انا عملته بتاع المش. وابتديت ان انا ارص المقدار بتاع الجبنه بالشكل ده، طبقه كده وطبقه كده. تقدري تضيفي كمان في المرحله دي شويه من الشطه البودر لو انتي حابه، بس انا عشان حطيت كتير فبالنسبه لي كده تمام. هعمل بقى طبقه من دي وطبقه من دي. لو عندك فلفل بقى احمر يكون سليم بالشكل ده هتبداي ان انتي تعمليه كده تمام وتحطيه. بس تشيلي منه الجزء اللي هو بيبقى كبير قوي الاخضر ده، وتظبطي بقى البرطمان بتاعك بنفس الطريقه. ميزه المش ده ايه يا جماعه؟ ان انتوا بتاكلوا منه على طول، اللي هو مش بيتعتق. يعني اللي هو مش بيقعد بقى بالسنين والكلام ده. عايزه تسيبيه بالسنين طبعا اوكي، بس عايزه تاكلي منه على طول بعد اسبوع هتقدري تاكلي منه. تقدري تحطي فيه شرايح جزر، تقدري تحطي فيه اي حاجه باقيه عندك في البيت. لانشون بقى، قطع لانشون، قطعه جبنه رومي كده حد غضبان عليها مش عايز ياكلها. اي حاجه هتحطيها، بواقي جبنه بيضه. كل حاجه ما بيقولش لا خالص، خطير بجد. يفضل معاكي على طول وتجددي وتزودي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.